لو عندك تشققات في الأقدام، لو الجلد ميت متراكم مهما عملتي باديكير، ولو غمقان عقل الصوابع مأزمك، يبقى الفيديو ده معمول علشانك انتي. الوصفة النهاردة مش عادية، روتين كامل هيخليكي تودعي كل الصالونات. هتخلي رجلك كده أو كعب رجلك وردي وطري ويدوم كأنك عاملة أغلى جلسة باديكير. قبل ما نبدأ اعملي لايك يا حبيبة قلبي للفيديو وشجعيني علشان اقدم لك وصفات اقوى واقوى، ولو اول مرة تشوفيني اعملي متابعة ونوريني بوجودك. نيجي بقى لاول حاجة هنعملها. انا المفروض هنعمل خطوة قبل دي، بس هبدأ معاكم بالماسك الاول اللي هتطبقيه على القدم. سموا بالرحمن وصلوا على من قال انا حبيب الله. اول حاجة هتجيبي معلقة من السكر، معلقة من البيكنج باودر او خميرة الحلويات، هتنزلي عليها بمعلقة من القهوة المطحونة بس الغامقة. قلبي كل مكوناتك البودر كده مع بعض، ويا سلام بقى لو احتفظتي وعملتي كميات واحتفظتي بيهم في برطمان، بحيث ان بعد كده تسهلي على نفسك، وكل اللي هتضيفيه على الثلاث مكونات دول مكونين 2 بس. اول حاجة هتضيفيها بعد ما خلصنا المكونات الجافة هي معلقة من اي نوع معجون عندك. هتقلبيها بقى كويس لغاية ما تدمجي المعجون، وبعدين هتنزلي عليها بقطرات من الليمون لغاية ما كله يندمج ويبقى عندك بالقوام اللي هتشوفيه معايا ده دلوقتي. هنعمل مساج دائري وهادي مش فرك. ركزي على الكعب وركزي على عقل الصوابع واي مكان غامق، وبعد كده اشطفي، سيبيه بالنص الليمونة، ابتدي افركي بحركات دائرية زي ما اتفقنا، وبعدين هنبدأ نشطف. ولازم ترطبي، ولو عايزة توريد هقولك في اخر الفيديو توردي ازاي. ولو رطبتي ترطبي بترطيب تقيل، فازلين او كريم محترم كده، وتجيبي شراب قطن. اعملي الكلام ده كفاية قوي مرة واحدة كل اسبوع، وعد مني بجد رجلك هتفرق وهتنور وهتبقى ناعمة كده ووردي. ولو عايزة النتيجة كاملة وشكل الرجل بعد الوصفة اكتبي في الكومنت مقشر منزلي. تعالوا بقى ندخل على الحاجة اللي هتعمليها قبل المرحلة التانية اللي هي الماسك. لازم تنقعي رجلك في المية اللي هعملها لك دي دلوقتي. مكوناتها بسيطة جدا. هتجيبي الورد المجفف وهتضيفي عليه معلقة من البيكربونات الصوديوم، وكمان هنضيف لو عندك ملح خشن حطي، لو ما عندكيش حطي الملح العادي. انا هنا ضفت ملح عادي مش لازم خشن، وادتني نتيجة تجنن بصراحة. وكمان ملح الليمون لو عندك، لو ما عندكيش استغني عنه. هتضيفي كمان شوية من الشاور جيل الكريمي عندك يكون ريحته حلوة. انزلي بقى كده بالمية السخنة عندك على قد ما تقدري استحمليها، سخنيها. واخر حاجة هي شوية من الخل. هتنقعي رجلك بقى في المية دي. اولا هتديكي ريحة تجنن، وهتسيبيها 15 دقيقة، تحسي كده ان الجلد بقى طري وسهل ان هو يتنضف. وبعدين نبدأ نطبق الوصفة اللي احنا عملناها. واخر مرحلة زي ما قلنا الترطيب. ولو عايزة توريد هتجيبي كريم اللي فيه اللي هو الكرباميد ده، بتجيبيه من الصيدلية، فيه نسبة مقشر، وممكن تضيفي عليه دم الغزال.